بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي شيء؟ وأين القارئ؟ اقرأ بارك الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قوله ويل هنا هذا أسلوب تحذير. وقوله للعرب خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا العرب، لأن العرب هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حملة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سوف يستهدفون دون غيرهم، ولهذا خصوا بذلك. من شر قد اقترب، وهذا واضح، وسيأتي في الحديث ما يبين ذلك. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال بعدما ذكر سند الحديث أن زينب ابنة جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ محمر وجهه لأنه رأى رؤيا، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق. ثم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هنا في قوله لا إله إلا الله نستفيد فائدة، وهي أنه يشرع للإنسان إذا فزع من النوم أن يقول لا إله إلا الله،
إذا قام فزعا يشرع له أن يقول لا إله إلا الله، وذلك لأجل أن ينخنع الشيطان، لأن الشيطان ينخنع إذا ذكر الله عز وجل. قال وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم بين علة ذلك. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قوله هنا فتح اليوم من ردم، من المعلوم أن الذي بنى الردم كما ورد في سورة الكهف من هو؟ ذو القرنين. وقوله فتح اليوم من هذا الردم يحتمل أنه فتح حسي، ويحتمل أنه فتح معنوي، لكن قال مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100. العرب يوضحون الأعداد عن طريق العقد، وهنا قال عقد 90 أو 100، عقد بين السبابة، بين الإبهام والتي تليها السبابة هكذا. وهم العرب يذكرون الأعداد عن طريق هذه العقود، ولهم طرق لا نعرفها، لهم طرق يعرفون الأعداد 90 و100 وما أشبه ذلك عن طريق العقد بين الأصابع. فالمهم أنه عقد بين الإبهام والتي تليها هكذا. قال فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وهذه قد تسمى 90 أو 100 عند العرب. ثم قال قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يدفع الخبث بكل ما يستطيع، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كثر الخبث فسوف يهلك الناس، وعلى هذا فيشرع لنا أن ندفع الخبث بالطرق المشروعة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود. ما عندك حاء؟ عندك ها؟ طيب لماذا لم تقرأها؟ هكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري هكذا. نعم. وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر أو المطر. طيب. قال عن عروة عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني على حصن على أطم من آطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ يعني كأنه يعني أشرف على أطم، نظر إلى شيء معين على شكل، على شيء مرتفع، على حصن، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا.
قال للصحابة: هل ترون ما أرى؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه يرى الفتن، وهذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن أمر غيبي فنظره، ولكن الصحابة لم يدركوه، وقال: إني لأرى الفتن. وقد وقعت الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدايتها عندما قتل عثمان رضي الله عنه، وقبله قتل عمر رضي الله عنه. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الباب الذي يكسر. فالمهم أن الفتن بدأت عند مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. باب ظهور الفتن. طيب، قوله هنا حاء، يسأل زميلكم عن معنى حاء. نقول الآن قوله حدثنا أبو نعيم، الآن حدثنا، من القائل هنا؟ البخاري قال حدثنا أبو نعيم، يعني أن أبا نعيم هذا هو شيخ لمن؟ شيخ للبخاري. وشيخ أبو نعيم من هو؟ ابن عيينة. ثم قال عن الزهري، شيخ ابن عيينة هو الزهري. واضح؟ طيب، ومن هو الذي حدث الزهري؟ عروة. نعم، عروة. إذن حاء هنا ما معناها؟ هذا معناه تحول الإسناد، يعني ذكر البخاري رحمه الله أنه سمع الحديث من سند آخر. ما بدايته؟ قال وحدثني محمود، وعلى هذا فمحمود هذا هو شيخ من؟ البخاري. أفهمتم الآن؟ فمعنى حاء هنا اختصار تحول الإسناد. نعم، فهمت الآن؟ وتنطق عند القراءة حاء. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمن وينقص العمل. أنا عندي الزمان وأنت عندك الزمن أو الزمان؟ طيب، إذا النسخة ما في إشكال. وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرب. قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال باب ظهور الفتن. الفتن قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والمراد بالفتن هنا هي فتن الشر.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان. هذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان. ومعنى تقارب الزمان هنا أي أن الإنسان يرى أن الزمن قصير، يرى أن الزمن قصير، فالسنة تكون كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. ألا ترون هذا؟ بلى. قال يتقارب الزمان وينقص العمل. والمراد بالعمل هنا أي عبادة الله تعالى وطاعة الله عز وجل. فلا تكاد تجد الناس في وقتنا الحاضر يحرص على العبادة أو يحرص على الطاعة، بل إن كلا منهم مشغول في دنياه، يركض ويبحث عن هذه الدنيا. ولهذا قال ينقص العمل، أي تنقص عبادة الله عز وجل وطاعته. ويلقى الشح، والشح هو أشد البخل، هو أشد البخل. والشح يكون في أشياء كثيرة، فقد يكون الشح بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون بالوقت أو بالبدن. فالناس عندهم بخل، لا يبذل أحدهم للآخر شيئا، لا يساعده ولا يعينه. قال ويلقى الشح وتظهر الفتن. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو، يعني ما معنى الهرج؟ قال القتل. وهل القتل في وقتنا هذا قليل أو كثير؟ كثير. لا يمر يوما من الأيام إلا وتسمع عن القتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال حدثنا إيش؟ أنا عندي حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله. طيب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرب والحرب القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل. الجهل ما هو سببه؟ ما هو سبب الجهل؟ عدم طلب العلم، عدم العلم. فالناس يعرضون عن العلم ويعرضون عن طلب العلم. ولهذا قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، فيقل طلب العلم عند الناس. قال ويرفع فيها العلم. وكيف يرفع العلم؟ بموت العلماء، بقبض العلماء. نعم، يرفع العلم بقبض العلماء. ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهل هذا موجود الآن؟ نعم موجود، وهذا كله من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا عمر بن حفص
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما أو لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والحرث القتل. وهذا كما سبق ليس فيه زيادة. فقبل أن تقوم الساعة سوف ترون هذه الأشياء، وهذه وجدت الآن. الزمان يتقارب والجهل بدأ يكثر الآن، والهرج وهو القتل ما أكثره في وقتنا الحاضر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحرج بلسان الحبشة القتل. نعم، الهرج بلسان الحبشة، يعني عند أهل الحبشة الهرج هو القتل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الحرب يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والحرب القتل بلسان الحبشة. نعم. قوله هنا عن عبد الله وأحسبه رفعه، والحديث أيها الإخوة هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من أمانة الراوي قال وأحسبه رفعه، وبقية الحديث كما سبق. نعم. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرب نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم، قال من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وعلى هذا أيها الإخوة فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنه قال من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه قد رفع العلم وكثر الجهل فهم من أشر الناس. الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن فتقبض كل مؤمن، تقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، تقبضه هذه الريح، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. نعم. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد قوله هنا باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا أيها الإخوة في الجملة أن كل زمان فالذي بعده أشر منه، هذا في الجملة يعني في الغالب. لكن
قد يأتي زمان وبعده خير منه، ولذلك يذكرون أن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خير من الذي قبله. إذن هو على العكس، ولهذا قوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا في الجملة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال عن الزبير بن عدي أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. هذا هو هدي السلف رحمهم الله، أنه إذا أصابتهم نازلة فإنهم يرجعون إلى العلماء ويسألونهم، لا يفتون من عند أنفسهم، وإنما يرجعون إلى كبار العلماء. قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. فماذا قال أنس رضي الله عنه؟ انظروا، قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. إذن هل قال اخرجوا؟ هل قال اخرجوا؟ ماذا قال؟ اصبروا. وقد سبق في الدرس الماضي أن الصبر قد يطول، المهم أنه أرشدهم وحثهم على الصبر. ثم قال هل أتى بهذا من عنده؟ هل عندما قال لهم اصبروا هل هذا من عنده؟ لا، قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الحجاج لو قرأت سيرته لعرفت من هو الحجاج وماذا أصاب الناس في وقته من الظلم، ومع ذلك انظر إلى هدي السلف وإلى هدي الصحابة. ماذا قال؟ قال أنس رضي الله عنه اصبروا. نعم. حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله أو أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. قال عن هند بنت الحارث الفراسية. قوله عن هند يجوز أن تصرف كما هنا قال عن هند، ويجوز ألا تصرف، بمعنى أنها لا تنون. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والمنع أحق، يعني أنها لا تصرف، هذا هو الأرجح. لكن هنا صرفها عن هند بنت الحارث الفراسية
أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله. سبحان الله، ومعنى سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي هذا فائدة وقد مرت علينا قبل قليل، أن الإنسان إذا قام فزعا من النوم فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل، إما أن يقول لا إله إلا الله أو يقول سبحان الله أو ما أشبه ذلك من الذكر، لأن الذكر يطرد من؟ الشيطان، يطرد الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ يعني خزائن الدنيا وكثرة المال، وهذا لا شك أنه من الفتن. وماذا أنزل من الفتن؟ ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواج، يعني أو يريد أزواجه عليه الصلاة والسلام. لماذا يستيقظن؟ لكي يصلين، أي يصلين في الليل، يقمن الليل. وهذا فيه فائدة، وهي أن الفتن تدفع بصلاة الليل وبقيام الليل. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عارية في الآخرة أي من لباس التقوى، من لباس التقوى. فإذا كانت كاسية في الدنيا فلن تكون تقية لله عز وجل، لأنها لو كانت تقية لم تكن كاسية في الدنيا ولالتزمت بالحجاب الشرعي وبتقوى الله تعالى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف على هذا. لماذا تضحك؟ ها؟ يرتاح. تعبت؟ عندكم محاضرة؟ عندنا محاضرة، لكن نريد المحاضرة سوف ننطلق من هنا الساعة 6 إن شاء الله. في سؤال أو نبدأ بالتفسير إذا لم يكن عندكم سؤال؟ هناك تغيير المعنى إذا كان رب يلتقي مع اسم النكير. كيف يعني؟ تغيير المعنى. ما فهمت. تغيير المعنى. رب كاسية. كاسية إذا كان حرف الرب يلتقي مع اسم النكير. هي كاسية نكرة. هناك تغيير المعنى. ما فهمت. هل هناك فائدة التقاء بين كلمة رب والنكرة، يعني كلمة كاسية؟ لا ما في شيء. ما في شيء. نعم. تريد أن تسأل؟ أنت سألت قبل قليل، تريد أن تسأل الآن؟ نعم. أن أسأل ولا أن أسأل؟
أي. أين أفضل إذا عندي نقود ولكن هذه النقود لعمرة أو للحج، لأن اليوم في بلدنا لابد ينتظر إلى 15 سنة. أين أفضل، عمرة أو حج؟ إذا أردنا أن نحج في بلدنا لابد أن ننتظر 15 سنة. إذا أردتم الحج أيوة 15 سنة. نعم. وأيما نقدم بهذا النقود بهذا المال إذا نقدم عمرة أو الحج. الآن إذا أخذت العمرة الآن متى تذهب إلى مكة مرة ثانية؟ بعد 15 سنة. طيب لماذا لا تحج الآن؟ لا يمكن لأن هذا نظام الحكومة في فنلندا. إذا سجلنا الحج هذه السنة سنغادر بعد 15 سنة. هذا هو النظام. طيب أنت الآن سجلت في الحج هذه السنة، يجعلونك تذهب إلى الحج ليس مباشرة. إلى متى؟ 15. ربما سجلنا الآن وسنغادر في سنة 2035. الآن إذا أردت أن طيب وإذا أردت أن تعتمر العمرة مباشرة والحج تنتظر 15 سنة. طيب إذا ما الإشكال؟ لماذا لا تأخذ عمرها الآن وتستمر تقدم للحج كل سنة؟ ما الإشكال يعني؟ ندفع هذه السنة وسنغادر بعد 20 سنة. لا قدم الحج، تقدم الحج. نعم تقدم الحج. إلا أن تكون له دنانير كثيرة. إذا كان لك دنانير كثيرة، فلوس كثيرة، الحمد لله. لكن لكن لا، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركنا من أركان الإسلام، فقدم الحج على العمرة. ثم أيضا إن يسر الله عز وجل وحججت فسوف تكون متمتعا أو قارنا، وإذا كنت متمتعا أو قارنا فمعنى هذا أنك تعتمر وتحج، فيحصل لك عمرة وحجة في وقت واحد، إما تمتع أو قران. الإفراد وهو النوع الثالث لا يحصل فيه إلا الحج، فأنت لا تفرد، إما أن تكون متمتعا أو قارنا، والتمتع هو أفضلها لأنه يحصل لك عمرة لوحدها، ثم بعد ذلك تتحلل، ثم بعد ذلك تلبي للحج لوحده في سفرة واحدة. أفهمت؟
تكرار العمرة حين الذهاب إلى مكة؟ تكرار العمرة في سفر واحد، القول الراجح في هذا أنه ليس من السنة، لا يشرع. هذا هو القول الراجح. ولكن قال بعض العلماء إنه يجوز، واستدلوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها، أنها لما انتهت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال لأخيها عبد الرحمن: اخرج بها إلى التنعيم والتهل للعمرة، فاعتمرت رضي الله عنها بعدما حجت. فقال بعض العلماء إنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة أو يكرر النسك استدلالا بهذا الحديث. ولكن القول الراجح أن النسك لا يكون إلا نسكا واحدا في السفر الواحد. وأما بالنسبة لفعل عائشة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها قصتها معروفة، وهي أنها رضي الله عنها عندما أتت إلى مكة وكانت تريد أن تتمتع مع الصحابة حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: لعلك نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالصحابة رضي الله عنهم تمتعوا، بمعنى أنهم فعلوا عمرة واحدة ثم تحللوا، فعلوا العمرة كاملة، طافوا ثم سعوا ثم قصروا وتحللوا، ثم بعد ذلك لبوا للحج في اليوم الثاني، ففعلوا عمرة وحجوا، أي أنهم تمتعوا. عائشة رضي الله عنها لم تستطع أن تتمتع لأنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، يعني لا يجوز لك أن تعمل العمرة الآن، لأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فماذا فعلت؟ قرنت، بمعنى أنها لم تطوف، ولكنها ذهبت إلى منى في اليوم الثامن، ثم في اليوم التاسع ذهبت إلى عرفة وأكملت الحج، ثم طافت وسعت، وكان طوافها هذا للحج والعمرة، طافت طوافا واحدا للحج والعمرة، وسعت سعيا واحدا للحج والعمرة، أي أنها كانت قارنة، فحصل لها نسكان بطواف واحد وسعي واحد، فكأنها رضي الله عنها تقللت هذا العمل. قالت: يا رسول الله، كيف يخرج الناس بحج وعمرة وأنا أخرج بحج واحد فقط؟ وهي رضي الله عنها قد خرجت بحج وعمرة لأنها كانت قارنة، لكن كأنها حصل في نفسها شيء وتضايقت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، واعتمرت. وعلى هذا فنقول إنه إذا حصل للإنسان، للمرأة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها وتضايقت وقالت: أنا حصل لي الحيض وأريد أن أعتمر بعد الحج،
وهذا في نفسي وما أشبه ذلك، نقول افعلي كفعل عائشة. وأما أن الإنسان يخرج إلى العمرة ثم إذا انتهى خرج مرة ثانية وفعل عمرة ثانية، ثم إذا انتهى خرج وفعل عمرة ثالثة، وهكذا، فهذا لا يشرع، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. والعبادة لا بد لها من دليل. وقد قال شيخنا رحمه الله قصة ظريفة في هذا، يقول رأيت شخصا، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول رأيت شخصا طاف وسعى وتحلل، وقد رأيته قد حلق جزءا من شعره وترك بقية الشعر، فسألت لماذا فعلت هذا؟ قال هذا حلقته لأني الآن اعتمرت العمرة الأولى وسوف أخرج مرة ثانية وأعمل عمرة ثانية وأحلق الجزء الثاني، وهذه العمرة تكون لأبي، ثم أخرج مرة ثالثة وأحلق الجزء الثالث. من يقول بهذا؟ لا، هذا لا دليل، هذا من الجهل. ولهذا نقول لكم إنه لا يشرع، فالعمرة لا يكون فيها السفرة الواحدة لا يكون فيها إلا نسك واحد. لكن لو أن أحدا من الناس اعتمر عمرة ثانية فإننا لا نبدعه، لأن فيه من العلماء من قال بالجواز واستدل بفعل عائشة. لكن إذا سألتني أنا فأقول والله أعلم، الأقرب عندي أنه لا يشرع أن يكرر النسك. نعم. في سؤال؟ كم باقي على ذهابنا؟ أو نذهب الآن أو نبدأ بالتفسير؟ ها؟ نذهب؟ طيب، الله